وتكمله لوصفتنا غادي نشارك معكم هاد السلطه اللي ما يمكنش شحال كتجي رائعه منعشه ولذيذه بزاف. داك المزيج ما بين الحلاوه ديال المونغ والملوحه كيعطيها واحد المذاق اللي رائع بزاف، غير جربوها. اول حاجه كناخذ اي نوع ديال البراقيات، انا درت هذا الخس الملون. من بعد كناخذ طوماط سوريز اولا الا كانت عندكم غير مطيشه عاديه يمكن لكم تقطعوها مربعات صغيره. خديت هنا الفقوس اولا الخيار، يمكن لكم تنقصوا اولا تزيدوا على حسب المتوفر عندكم. واحد البصله صغيره اللي كنقطعها فريمون مربعات صغيره باش كتجي هكايا زوينه في شلاضه. من بعد خديت خيزو، يمكن لكم هنا تقطعوا مربعات صغيره اولا تحكوا، انا شديته غير هكا باش كنقيو الخيزو اولا بطاطا ودرتو على هذيك الطريقه هذه. من بعد خديت مايس زدتو شويه ديال المونغ، فريمون المونغ كل ما كان حلو كل ما كيجي رائع في هاد الشلاضه هذه. من بعد غندوز نوجد معكم الفينيغرات اولا لاصوص اللي درت فيها زيت نباتيه، شويه ديال الملحه ابزار، المعدنوس سواء مجفف اولا طري اللي متوفر عندكم، الخل غير هنا ما بانش. درت هنا معلقه صغيره ديال العسل ومعلقه صغيره ديال الموطارد. كنخلط هادشي جيدا وكنضيفهم على شلاضه. كنخلط ومن بعد كنديرها هكايا في طبيصلات اولا طبق التقديم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. خديت كروفيت اللي نقيته وصوتيته هكايا غير مع زيت زيتون، شويه ديال الملحه والبزار وعصير ديال الحامض صافي، وغادي نديرو في شلاضه. يمكن لكم ديروه من الاول وتخلطوا، انا هكا غير باش يبان زوين في المنظر. درت هكا شويه ديال البازيليك من الفوق، شويه ديال الشيا، وبالصحه والراحه.